السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اجيو نشوفوا شنو قال الإعلام التونسي على القفزة التاريخية اللي كيحققها المغرب في مجال السياحة. المغرب عرف واحد القفزة نوعية هو وتركيا. المغرب تفوق على مصر وتفوق على جنوب افريقيا في مجال السياحة. المغرب ولا كيستقطب بزاف ديال السياح. اجيو نسمعوا شنو قال الإعلام التونسي ونناقشوا هذا الموضوع هذا مجموعين. أرقام قياسية في مجال السياحة. كما كنت تقول وليد، زوز بلدان اللي حققوا أرقام قياسية في المجال السياحي. نبداو بالمغرب. المغرب اللي استقبل سنة 2024 17.4 مليون سائح. 17 مليون، راه غير الفم اللي تيقولها. راه كنعقل انا في 2010 كيقول لك المغرب كيحلم ولا كيطمع يوصل ل 10 ديال المليون سائح. شو تبارك الله راه وصلنا ل 17 مليون في هذه السنه هذه بالضبط، او السنه اللي فاتت 2024. انا كنظن في سنه 2025 غادي تكون واحد القفزه، كنظن انا غادي تكون الدوبل كيف ما شفنا بزاف. ولا واحد الشركه معينه خفضت الاسعار من اوروبا للمغرب. هنايا غادي تولي السياحه متوفره وجميع ديال الناس كيحلموا كيف ما شفنا مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف ديال الاجانب يصوروا في المغرب وكينشروا الصور ديالهم والفيديوهات ديالهم، كينشروا فين مشاو. كملوا الفيديو. وصلت عائداتهم المالية بالعملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق، وين بلغ 112 مليار درهم، أي ما يعادل 11.2 مليار دولار. هذا سنة 2004. تبارك الله، واحد المبلغ اللي خيالي، راه ماشي غير اجي وصل هذا المبلغ هذا. بزاف ديال الدول كتحلم تحصد هذه المرتبه اللي حصدتها المغرب في مجال السياحه. مثلا الجزائر زيرو، عندهم زيرو، خلاها من صيري زيرو سياحه، زيرو. غير السياح اللي كيحسبوهم هما الجزائريين فاش كيمشيو للتراب الجزائري. هذوك هما السياح اللي كيحسبوهم مثلا ساكنين في اوروبا وكيمشيو. اما السياحه الفرنساويين والامريكانيين والالمان وهذو ما كيمشيوش، ما عندهم ما يتشاف، ما كاين. جليج ديالنا، كسكس ديالنا، القفطان ديالنا، زيرو. وعشرين، ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43% بالمقارنة مع سنة 2000. 43% تزادت، رقم مهم. 43%. الجزائر 0%. 2019 وزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع سنة 2023. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب فاطمة الزهراء عمور تصرح أن هذا الارتفاع يعكس مدى قدرة السياحة المغربية على التأقلم مع توجهات العالم الجديدة وتثمين مؤهلات المغرب الطبيعية والثقافية والبشرية. تضيف أيضا أن بلادها تركز اليوم على تقديم عرض متنوع وغني وتجارب متنوعة تلبي كيف ما شفنا مقبلين على لا كوب دافريك. غادي تولي السياحه الرياضيه. المهم خصهم يطوروا، المسؤولين ديال المغرب خصهم مازال يطوروا ويجتهدوا باش يربحوا بزاف ديال السياح. هذه هي الخدمه ديالهم، ماشي الخدمه ديالي انا. الخدمه ديالهم هما اللي خصهم يطوروا من راسهم ويشوفوا كيفاش مثلا في الصيف يوجد لهم شواطئ ديال السياحه. كاين واحد المدينه في المغرب الا عرفوا كيفاش يصوبوها ويتهلاو فيها غادي تولي تفوق على اسبانيا في السياحه. اكادير مثلا، الشواطئ الذهبيه والرمال الساطعه ديالها كيف ما كتشوفوا الا تهلاو فيها راه ممكن هذه المدينه هذه تفوق على اسبانيا، مثلا تفوق على بينيدور وتقدر تفوق على تنريفي. المتطلبات المختلفة للسياح. من جانبه وزير النقل واللوجستيك في المغرب يقول بأن مطارات المغرب استقبلت خلال سنة 2000 كاين دي زوفر، كاين بزاف ديال لي زوفر اللي دايرين هاد ديال الطيران. هادو قلت لكم ب 30 40 ديال الاورو بامكان الناس تجي من اوروبا للمغرب. وعقلوا على هاد الكلمه اللي قلت لكم. هاد 2024 استقبلنا 17 مليون. في 2025 غادي نستقبلوا الدوبل، غادي تقدر تكون داك 34 35 مليون.
لان المغرب ولا المغاربه وحتى الاجانب اللي كيجيو للمغرب كيديروا الاشهار للمغرب بواحد الطريقه غير مباشره. ابار وزاره السياحه المغربيه كدير الاشهار في المطارات وكدير الاشهار في محطات القطار وفي الشوارع ديال المدن الكبيره مثلا في اوروبا، ولكن الناس اللي كيمشيو للمغرب كيشوفوا الالوان، كيشوفوا الثقافه، كيشوفوا داك الحرف اليدويه، كيشوفوا البنايات القديمه اللي عندها تاريخ، كيعجبهم كيبارطاجيو هادشي مع الاصدقاء ديالهم، وكينصحوا الاجنبي كينصح الاجنبي باش يمشي للمغرب حتى هو يخسر شويه ديال الفلوس، وهنا كتدخل العمله المغرب. 24 نحو 32 مليون مسافر ما بين سياح وافدين ومسافري الخطوط الداخلية. يقول أيضا خلال الجلسة عامة في البرلمان المغربي، يقول أنه مطارات المملكة تتوقع أن تستقبل بحلول سنة 2030 نحو 60 مليون مسافر 2030 60 مليون. أنا كنظن تكون أكثر حيث 2030 غادي يكون الماتش، فهمني، والمغرب غادي يكون طوار وغادي يكون تعرف سياحيا. المغرب معروف الحمد لله، معروف كلشي تيعرفوا، ولكن السياحه بزاف ديال الناس ما تيعرفوش بان كاين مدن، كاين جبال، كاين ثلوج، كاين اوديه، كاين الصحراء، كاين 4 ديال الفصول في المغرب. بزاف ديال الاجانب ما تيعرفوش. والامن اهم حاجه، هو الامن. 90 مليون مسافر بحلول عام 2035. 11.2 مليار دولار مداخيل السياحة في المغرب. نتذكر الجمعة اللي فاتت يظهر لي كانت معنا سلمى زراح، حكينا على مداخيل السياحة في تونس. الرقم كان السياحة في تونس كانت متفوقة على السياحة في المغرب، متفوقين، فايتينا بجمادى الأولى. باش فايتينا كيلومترات، احنا الحمد لله كنا بحال الارانب، دابا تفوقنا عليهم. الناس راه خدامه، الناس راه كدير الخدمه ديالهم، تبارك الله على المسؤولين. في حدود يظهر لي اقل، في كل الحالات اقل من 10 مليار دينار. ومصر حديت ولا حرج، مصر كانت متفوقه علينا، هاربه كل شيء كيمشي للقاهره. الاهرامات، كان الاهرامات عندهم داك المثلثات، كل شيء كان كيبغي يمشي يشوف الاهرامات ويمشي يشوف الفراعنه والتاريخ ديال مصر. يقول قائل، هل تجوز المقارنة، بمعنى نجم نقارنه في علاقة بالمداخيل وعدد السواح اللي يستقطب المغرب سنويا؟ تجوز، لكن قال لك واش يقدروا يقارنوا تونس، يقارنوا السياحة ديالهم، المداخل ديالهم ما بينهم وما بين المغرب؟ شحال هذه كان عليهم كانوا يقدروا يقارنوا، اما دابا ما تقدرش تقارن، لان السياحة كتفوق عليك. من بعد داك المشاكل ديال تونس خلات السياحه ترجع، وخلات المغرب هو اللي يستقطب السياح اللي كيمشيو لتونس، وكذلك مصر بعد الاحداث حتى هما كما كتعرفوا الناس ما بقاوش كيمشيو لمصر ولاو كيمشيو للمغرب. مقارنه، المنافسه مزيانه، المنافسه الشريفه مزيانه، ليست لصالحنا في كل المستويات. قال لك المقارنه ليست في صالحنا في كل المستويات. هنايا راه ما تيهضرش غير على السياحه، كيهضر على الرياضه، السياسه، جميع الامور تيهضر فيهم هذا الشخص هذا. لا يجوز المقارنه. كملوا الفيديو. تجوز علاش؟ خاطر المغرب نفس الانفيرونمون احنا وياه معناها، وبدينا كيف معناها كنا كيف المغرب كان كيفو كيف تونس، اما حاليا المغرب هرب، نقص، يجبد واحد الجبده ديال مشى بعيد. السياحه المغربيه والسياحه التونسيه بداوا من نفس المستوى، اي انهم بداوا انهم يعطيوا للسياح الشمس والرمل. لكن هم طوروا. ما تنساش الاكل، اهم حاجه الامن، ماشي الرمل. كاين الرمل، كاين الجبال، الناس ولات كتمشي تشوف الثلج. اهم حاجه هو الاكل دابا والامن. والمغرب الحمد لله فيه بزاف ديال المسائل اللي غادي تشاف. كننصح الناس المغاربه ولا الشباب المغربي، ملي تكون عندكم شي عطله دير واحد 500 ولا
500 درهم ولا 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا علاش ما قديتي نتايا واخا تمشي دوز عار واحد اليومين واحد 3 ايام، يومين ولا 3 ايام راه كافيه باش تمشي تشوف واحد المدينه، تشد اوطيل واكتشف مع راسك، دير ساكك في كتافك وخرج تسارى مع راسك. راه الحمد لله كاين ما يتشاف. الانسان ملي كيكبر وكيتزوج راه صافي داك الساعه ما كيقدرش يخرج، الاولاد والخدمه كيربطوك في المنزل ديالك. اما ملي تكون دابا سولو باطير ملي تكون سولو باطير عطا الله ما يتشاف، ما غاديش تكون مربوط. سياحتهم احنا وهذا هو كي تقول الاقتصاد الرائع شنو معناها؟ لانه احنا الخدمه خاصك تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. شوفوا تبارك الله الكره كيفاش طالعه، شوفوا السياحه كيفاش غادا وكتطور. داكشي علاش الرجل المناسب في المكان المناسب. كتكون واحد الاجباريه، دابا جميع الوزراء ولا داك الاشخاص كيعطيك شنو غادي يدير، يعطيك واحد الارقام، كيقول لك انا من دابا واحد العامين ولا 3 سنين انا غادي نوصل لهذا الرقم هذا. كنسكتوا عليه. نهار اللي كيوصل داك السنه تنقولوا اجي فلان قلتي لينا بانك وصلتي، غادي توصل لهذا الرقم، شنك ما وصلتيش، شنو هو الهدف وشنو هو الخطا اللي درتي وشنو المسائل اللي ما عطيناكش اللي ما وفرنا لكش حنا. كتجي كتحاسب انت وياه، ما كملتيش ما وفيتيش، الباب الحباب. داكشي علاش الرجل المناسب ضروري في المكان المناسب. الانسان عنده واحد التخصص قاري على السياحه ودارس وهاضم الموضوع ديالو. داكشي علاش الحمد لله كيف ما كتشوفوا السياحه غاده في واحد التصاعد. السياحه نتاعنا صحيح عملنا توريزم دو ماس، لكن عملناه كيفاش؟ عملناه انه عطينا خاص الوزاره ديالنا تكثر من المهرجانات، وجميع المدن ولا القرى الصغيره يديروا مهرجانات. داك المهرجانات راه كتكون السياحه الداخليه، عاد العطله الصيفيه خاص تكون واحد المراقبه ديال الاسعار. كيف ما شفنا السنوات اللي فاتت شويه كانت واحد الزياده نوعيه في الاسعار، الناس بداو كيتشكاو واحد شويه. حبذا لا كانت واحد المراقبه، واحد شويه ديال المراقبه، لان السوق حر، اي واحد يقدر يزيد وينقص، ولكن ما غاديش يفوتوا داك الثمن اللي كتعطيه لهم الحكومه مثلا. واخا الحكومه ما كتدخلش في هذه المسائل هذه، المهم خاص تكون واحد المراقبه واخا بسيطه. عطينا التراب ببلاش بالمليم الرمزي، العباد عطينا القروضات بيتنا من العائلات معروفه، وعطيناهم خذاو التراب، والتراب هذاك ياخذوا عليه قروض من بنوك عموميه. صحيح. يبنيوا به جزء. ملي كتكون عندك السياحه في البلاد، مول الحانوت وكال الابناك الصرف، المهم في جميع المجالات، القطارات الطيارات، الوسائل النقل، اصحاب الطاكسيات، لوطيلات، لي ريستورون، كل شيء كياكل، كل شيء خدام. داكشي علاش خاصها بعض المرات تكون واحد شويه ديال المراقبه مزيانه ماشي ما مزياناش، خاصها مزيانه. حتى اللي لقيناه خارج على السطر قول مما راسو. جزء يبنيو به وجزء يبنيو به حاجات اخرين. ما شاء الله راه لوطيلات ولاو كيتبنى لوطيلات، دي ريستورون كبار بزاف في الجبال في جميع المدن المغربيه. راه كاين واحد القفزه سياحيه ما شاء الله، البنيه التحتيه راه غاده في واحد التطور اللي ما تصوروش الاخوان. برافو المسؤولين، برافو. ان ماشي كنطبلوا ولا كنقولوا شي حاجه من راسنا، راه داكشي راه كنشوفوه الحمد لله. مواقع التواصل الاجتماعي راه كل شيء واضح وباين. ومن بعد ما يخلصوش القروضات هذوكم او يخلص جزء فقط منهم وتتراكم، اللي ما تعبش على رزقه، ما عملش استثمار حقيقي. الاستثمار الحقيقي اللي كيقول هذا الشخص هذا راه كتكون واحد الدراسه ديال 4 سنوات قبل ما يخرج المشروع للعلن، ولا 5 سنوات. راه ماشي غير كيجيو كيهضر، ضروري فاش كتكون واحد الدراسه وعاد الرجل المناسب في المكان المناسب. فاش كتكون واحد الدراسه راه ضروري كيكون واحد التقدم، واحد النجاح.
غير الناس اللي كيكونوا خدامين معاك تايقين في راسهم وهاضمين المشروع ديالهم، راه ضروري ما كتكون واحد القفزه نوعيه. ماهوش قادر باش يطور الاستثمارات نتاعو، يقعد يستنى ديما في الدوله باش تعطيه، والدوله تورطت مع الناس هذم، ولليوم مازالت مورطه في قطاع سياحي غير قادر انه يقوم ويقف. دابا راه كيهضر على السياحه ديالهم ديال تونس، هي الدوله اللي تورطت ماشي ديال المغرب. الحمد لله ديال المغرب راه غادا وحده على ساقيه. ثم انه الدوله ما عندهاش القدره على استنباط سياسات جديده. ان هات مثلا التسويق، في موضوع التسويق للسياحه التونسيه، ان اهم حاجه هو التسويق، الاشهار. راه غير مواقع التواصل الاجتماعي كتلعب واحد الدور اللي ما تتصوروش. تخيلوا بزاف ديال الشباب اجانب ومغاربه كيديروا الاشهار ولا كيروجوا للسياحه المغربيه بزيرو درهم. كيمشي مثلا لمراكش كيصور راسو مع الحناش بحال هكا، كيبارطاجيها في تيك توك ولا انستغرام، والناس كتعطيه اللايكات. فين هذه؟ هنا بلاصه هذه في المغرب، هذه البلاصه، واش تنصحني نمشي. وعاد المؤثرين، كاين المؤثرين كيديروا حتى هما واحد الاشهار بزيرو درهم، غير كيمشي كياكل، كيبارطاجي شي فيديو ولا شي حاجه، هو كيصور فيه واحد شويه، واحد طريف ديال الخبز، وكيدير الاشهار بالمجان. مازلنا نسوقوا في السياحه التونسيه الابتزاز. الناس راه كتكري، ولا الدول كتكري ولا كتخلص اشخاص مشهورين باش يديروا لها السياحه. مثلا يمشيو لمراكش ولا يمشيو لشي بلاصه يتصور بانه تيشرب واحد العصير، هذا فين؟ هذا في المغرب. ما تخيلوش شحال كيخسروا ديال الفلوس. والمغرب الحمد لله ما تيخسرش بزاف. فيش في اللي مترو، في الاستاسيون نتاع البوس الوجهه التونسيه ب 390 يورو، ب 400 يورو الجمعه كامله، ماكل راكد شارب، الترونسبور والترونسبور على زاد داخل فيهم. دونك ما عملنا شيء. هاد خينا جاب لي الناس نزيدوا شويه الفيديو كيهضر على راسهم، قال لك ما عملنا شيء، ما داروا حتى شي حاجه. ديما موجود وشويه البحر. ناخذ فكره على ارقام تركيا في نفس بدورها سجلت زيد قطاع السياحي. تركيا كنظن تكون فايته المغرب، لان تركيا واحد الوجهه اوروبيه، واحد الوجهه هي بزاف ديال المغاربه كيمشيو كيدوزوا السياحه، نظرا لان بعض الدول الاوروبيه فارضه الفيزا علينا. توعى الجزائر ودايره علينا الفيزا، الله يستر. بعض الدول فارضه الفيزا، مثلا الدول الاوروبيه فارضه الفيزا على المغاربه، والمغاربه كاين اللي ما كتمنحليش ديك الفرصه ديال الحصول على الفيزا. هنايا كيلتجئوا، ولا بعض المغاربه فئه قليله ماشي بزاف، تيمشيو يديروا السياحه في تركيا. من حقهم الانساني يسافر ويعرف ويدور العالم، اي واحد من حقه يدور، مادام عندك فلوس كدير فيها ما بغيتي. تركي سجل أداء استثنائي خلال عام 2024 وحقق إيرادات بلغت 61.1 مليار دولار، بزيادة ب 8.3% بالمقارنة مع سنة 2023. عدد السياح الأجانب ارتفع في تركيا ليصل إلى 52 مليون، احنا 17 وتركيا 52. ها 4 علينا السياحة التركية، ها 4 علينا بجوج ديال الكيلومتر، ها 4 علينا بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نوصلوها، غادي نفوتوها. عندي واحد اليقين بان السياحة المغربية عطى الله ما يتشاف في المغرب، عطى الله ما يتشاف. كاين تمشي على الفاس تلف، تمشي لمكناس تلف، تمشي الرباط، كازا، مراكش، كاين بزاف، كاين السياح الا بغاو يجيو فين يدوزوا. ولكن الحاجه اللي خصهم يركزوا عليها مثلا في المغرب هي السياحه ديال الشواطئ، السياحه الصيفيه. السياحه الصيفيه كتدخل ملايين ديال الدولارات، 60 مليون سائح، وتجاوز الرقم القياسي اللي تم تسجيل. التجربه التركيه في السياحه
نذكروا الناس الكل تركيا اش كانت وش ولات، لانه يمكن في ال20 25 سنه الاخيره الاستثمار كان بشده في البنيه التحتيه. التركيين باغيين يخدموا بلادهم، عندهم واحد العقليه الخدمه 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 الخدمه، غرس غرس غرس، ما عندهمش مع التفليه، عندهم واحد البرنامج. المهم اصدقائي هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو اخر. مع السلامه وشكرا.